قالوا إنه لن يقف على قدميه أبداً، سخروا من عرجه واستصغروا شأنه، لكنهم لم يعلموا إنه سيصبح أسد الماندينغ ويوحد قبائل مالي تحت راية واحدة. اسمه سوندياتا كيتا، ولد في القرن الثالث عشر، وكان الأمير المريض الذي لا يراهن عليه أحد، حتى إذا ما قتل والده ونفي هو وأمه أدرك أن النهوض ليس خياراً بل قدر. تمرن، صبر، تعلم، وحين اشتد ساعده عاد بجيش من الحديد والنار. وفي معركة كيرينا هزم الملك الظالم سومانغورو وأعلن قيام إمبراطورية مالي التي ستصبح من أغنى وأقوى ممالك إفريقيا. حكم بالعدل ونشر الإسلام ووضع أسساً متينة لدولة حضارية ستدوم قروناً. سوندياتا كيتا، الرجل الذي بدأ عاجزاً وختم حياته مؤسساً لإمبراطورية خالدة.